السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة سهلة كده وبسيطة في البيت كده ومضمونة وحلوة، وهتبقى معانا برضو كمية حلوة. هنعمل النهاردة الجبنة الكيري او الجبنة الكوبايات اللي انتوا عارفينها الغالية دي، بس احنا هنعملها بقى جبنة بخيرها من غير مواد حافظة ومن غير مصنعات ومن غير اي حاجة. دي عندنا لبن صافي كامل الدسم. الجبن عشان نكون متفقين، الجبن لازم تكون اللبن يكون بخيره، يعني جايباه كده من عند اللبن يكون واثقه فيه. تمام، ما يكونش لبن مغشوش ولا لبن علب. هو ينفع بالعلب بس مش هيطلع نفس الدسامه بتاعه اللبن اللي هو بخيره دوت. تمام. انا هشتغل النهارده على كيلو من الحليب. انا عشان اختصار للوقت دفيته على النار، ابتدى يعمل وشه زي ما انتوا شايفين كده. دفيته عشان اعرف ايه يسهل عليا الموضوع، بدل ما اقول لكم بصوا اللبن وهحطه على النار ونرجع تاني، اختصارا بس للوقت. تمام. كل اللي هستعمله ليه، هحط نص كوبايه من الخل. الكوبايه دي عشان كوبايه قهوه صغيره فانا ملياها، وعندي نص كوبايه من الزبده على الزيت. انا عايزه الطعم بتاع الزبده والربط بتاع الزيت، هما الاتنين اداه ربط. يعني ممكن تحطي زبده بس وممكن تحطي زيت بس انا خلطه بين الاتنين. دي حريه شخصيه ترجع ليك انتي. وعندي ده اختياري، ده مش اساسي في الوصفه. يعني ده الجبنه المثلثات دي مش اساسي في الوصفه، انا حطاها اختياري تدعيما للطعم بس. اي نوع جبنه كانت عندي في التلاجة انا دايما بعملها عادي، اما بيكون عندي جبنه من دي بحط، ما عنديش بشتغل عادي زي ما نشوف هنعمل كده مع بعض. تمام. فديت اختياري عشان ما تقولش كده كلفنا وكده، لا دي اختياري اي نوع تحبيه. تمام. وطبعا كلنا عندنا قشطه. انا دي قشطه عندي اللي هي القشطه بتاعت وش اللبن ديت، او قشطه علب اللي تفضليه، بس احنا بنقول ايه حاجه اقتصاديه. دي عندي كده بحوشها في الفريزر، طلعتها بس تفك شويه. هناخد برضو منها معلقتين. دلوقتي اللبن دافي، اقول بسم الله. هنزل عليه بنص كوبايه من الخل. الخل ده اللي هيروم معايا، او ممكن عصير ليمونه لو مش واثقه في الخل بتاعك. بسم الله. اصلا هو عشان دافي هتلاقيه مثلا جبن معاكي على طول. طيب بصوا، عشان خاطر دافي طبعا ده هرفعه على النار لحد ما يفصل تماما. تمام. اروح احطه على النار وافضل اقلب فيه على نار متوسطه مش نار عاليه عشان ما يلزقش مني لتحت. تمام. ونرجع نكمل تاني مع بعض. بس لو وصلتي هنا للفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، انا حطاه على النار اهو، ابتدى خلاص يجبن معايا. بصوا الجبنه زي ما انتوا شايفين كده. وبالمناسبه يعني الوصفه دي ممكن تتعمل بلبن، لو لقيتيه قطع عندك ولا حاجه اعملي الوصفه دي، بس يكون يعني اللبن طازه، او في مثلا تاني يوم جيتي تغليه لقيتيه قاطع تعملي بيه الوصفه دي عادي جدا، هيطلع معاكي زي الفل. بصوا خلاص ابتدى يجبن اهو، ما شاء الله اللبن دسم. فبصوا على طول طلعت الجبنه. طبعا ده بقى لبن بخير وبالقشطه بتاعته، وكمان هنزود له قشطه، فدي حاجه هتبقى تحفه جدا. ابتدى خلاص، بص اللون بتاعه اللي خلاص الشرش بتاعه ابتدى يفصل اهو. انا هفضل معاه كده لحد ما يصفي، ما يبقاش اللون بتاعه كده ابيض، هيبقى لونه مصفر من الجبنه. بصوا المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن، اللبن حلو قوي، هيطلع كميه كويسه ان شاء الله. بصوا حبايبي منظر اللبن خلاص كده، الميه بقت بصوا صفرة ازاي ما شاء الله. اللبن بتاعي دسم قوي. بصوا ما شاء الله طلع الجبنه قد ايه، وخلاص الشرش بقى اصفر كده. خلاص كده انا اتاكدت ان هو خلاص مفهوش، خدت اللبن خدت الفايده او الدسم بتاعه كله، الجبن اللي فيه كله خلاص كده طلع. شايفين الصفار ده الشرش؟ طبعا ده مش بيترمي، ده بنعمل بيه حاجات كتير. استنوني هنعمل بيه شويه ان شاء الله، شويه قرص شويه كده معجنات حلوه بتطلع بيه رهيبه بجد يعني. خلاص كده تعالوا بقى نروح هناك نشوف هنكمل ازاي. بصوا حبايبي خلاص كده هبتدي بقى اجيب مصفى تكون ضيقه معايا شويه، وابتدي انزل اقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجبنه ما شاء الله الكيلو طلع شويه حلوين عشان كامل الدسم ده اللي احنا بنتكلم فيه. بسم الله. انزلي طيب في ايه؟ استنوا بس عشان البخار. بسم الله. تمام كده. بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي، زي الفل.
هنزل بقى بالخلاط كده على طول. استنوا، بسم الله. طبعا الشرش ده هيبرد وادخله الفريزر على كيسين من اكياس التلاجة كده او 3. طبعا مش هنرميه خالص يعني. تمام، خليه كده على جنب. بسم الله. نيجي بقى في الاساس عندي. نعم يا كوكو، ماشي بوسه. يلا روح بقى. بصوا انا عندي خلاص كده فضيت الشرش بتاعي كله هنا. هنزل عليه بقى بمثلثات الجبنه، تمام، اللي قلنا عليها اختياري. تمام، وهنزل بمعلقتين كده من القشطه. بس اجيب معلقه. بصوا حبايبي، هنزل كده بمعلقتين من القشطه زي ما انتوا شايفين كده، مش واضح؟ تمام. بصي بقى انتي وكرمك، يعني انتي لو محوشه شويه قشطه حلوين كده حطيها، بتعلي التست بتاعها جدا وبتخليها دسمه وطعمها تحفه. نعم جبنه. يقول لي ايه ده، عايز يستفسر. دي قشطة. قشطه وجبنه يا كوكو. تمام، انا عايزاها تبقى دسمه. طبعا تبقى انت بتعمليها في البيت يعني هتخدميها اكتر من بره بمراحل. بصوا حبايبي خلاص كده فضيت القشطه. يعني كان عندي حوالي 3 معالق كبار كده، ما حطيتهمش كلهم، انا حطيت نص الكميه. هحط بقى رشه ملح بسيطه عشان طبعا الجبنه الكوبايات ما بتبقاش حادقه قوي. ممكن تحط لها عندك بقى بشر جبنه رومي، عندك زيتون، تمام، تفرميه وتحطيه، جبنه شيدر. بص بقى الاطعمه ديت العبي فيها زي ما انت عايزه. انا بصراحه بحبها بالقشطه وعيالي كمان بيحبوها كده، فبتبقى طعمها حلو. هنزل بقى بالزبده على الزيت كده. وده هنعمل فيه بقى، هنضربه ضربا مبرحا، ضربا مبرحا كده. اخد الخلاط، انا مش هاخد في ايدي 5 دقايق. ليه؟ لان المكونات سخنه. عارفه لو برد هتتعبك في الضرب، لكن طول ما هي المكونات كلها سخنه كده مع بعض هتندمج مع بعض بسرعه. هضربها انا بقى في الخلاط ونرجع نكمل تاني مع بعض. بصوا حبايبي انا ابتديت اضرب فيها. بصوا شكلها مكتل كده ومش متجانس مع بعض، تمام، وتقيله على الخلاط شويه. ممكن تعمليها في الكبه على فكره، بس الخلاط اسهل وهينعمها لك اسرع من الكبه والبهدله بقى اللي هتحصل منها. فانا هعمل ايه، اخد كده كبشه من الشرش بتاعنا. تمام، ادي التانية عشان خاطر يمشوا لي الخلاط وينعموا لي الخليط ده كله مع بعض. هروح اضربه، ولو احتاج تاني هحط له كبشه تاني لحد ما ينعم خالص في الخلاط معايا. بصوا حبايبي القوام بتاعها عامل ازاي، كريمه كريمه كريمه. طبعا القوام دوت عايزه تقليه شويه كمان. حطي مثلا معلقتين زيت كده صغيرين من فتحه الخلاط، بس طبعا القوام ده هيتقل. يعني بصوا حتى لما بضرب من غير القوام تقيل، وطبعا زي ما انتم شايفين كده الدخان طالع منها، فكده قوامها حلو جدا. بصوا حبايبي، بصوا القوام بتاعه، وتحس ان هو ايه يعني سايل، بس هو ايه القوام بتاعه مظبوط جدا لان هو اصلا بيطلع دخان فلسه هيبرد. تمام، وبعدين ما تنسوش ان احنا حاطين الجبنه المثلثات والزبده، فدي بتساعد على التماسك بتاعه الجبنه. تمام كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام بتاعها طبعا، ولونها فظيع من الزبده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني رمى اكتر من ده، مش نص كيلو، ده كيلو كيلو من الجبنه. بصوا في شكشق الخلاط من جوه عامل ازاي، شايفين البخار طالع منه عامل ازاي. فما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده تحفه وموفره. وبعدين بقى يعني غنيه اكتر كمان من اللي بتجيبها من بره بكتير. طبعا في المرحله دي حته الطعم انت ممكن تتحكمي فيها زي ما بقولك. ممكن تحطي جبنه شيدر، ممكن تحطي جبنه رومي، شويه زيتون، شويه فلفل الوان. اللي بصي ابدعي بقى، يعني ابدعي. بس بصراحه اللي هي بالقشطه دي بتبقى طعمها تحفه جدا وبتبقى غنيه. تمام، يا رب تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. بس اهم حاجه انك تدخلوها طبعا التلاجة. يعني انا بعد ما اقفل الفيديو معاكم احطها في علبه بغطا من اللي هي علب التلاجة العاديه، او في برطمان ازاز يكون نظيف متعقم، وهحطها واسحب منها بقى عادي خالص. بس عشان خاطر التقديم وتشوفوا القوام بتاعها انا فضيتها في بوله ازاز كده عشان تبقى باينه. بس يا حبايبي كده بصوا القوام بتاعها ما شاء الله. هي بصوا انتوا بتلاقوها سايبه خالص. فاكرين لما عملنا النوتيلا كانت سايبه برضو كده، تحس ان هي سايبه مش هتمسك. بس لما عملنا فيديو تاني مش فاكره حطيناها في ايه، استعملناها في معجنات ولا ايه، وريتها لكم، كان ما شاء الله نصها خلص، فكانت تحفه. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى ايه
منكم بقى دعم للقناه واشتراك كده ولايكات حلوه زيكم. تمام، وربنا يكرمني يا رب جميعا. وكمان عندي كمان الشرش اهو، افضيه في كيس بقى، الفيديو جاي نعمل بيه شويه كايزر كده حلوين. تمام، برضه ينفع في المدارس، برضه حاجه حلوه وموفره. تمام، كله من البيت كده، يعني ايه ما خسرناش حاجه. دوت كيلو حليب، بس حليب عن حليب يفرق. ده كيلو حليب كامل الدسم يعني، ويكون واحد واثقه منه كويس، ما يكونش اللبن مغشوش او كده، يبقى تقيل عشان يطلع معاكي الكميه دي. ممكن تجيبي لبن ما يكونش كويس وتعملي ما يطلعش معاكي الكميه دي، تقولي ايه ده بتكذب علينا. بس والله كيلو، لا ازيد ولا اقل. بخلاف شويه الاضافات اللي احنا حطيناها، نص كوبايه الزبده على مثلثين الجبنه ولا 3 مثلثات الجبنه، عملوا معايا الكميه التحفه دي. تمام، اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه عشان تشجعوني كده ان انا اكمل. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.